يا محمد انت ما عندكش اي حاجه عليه ومش عايزين شوشره على الظباط وخلاص. كابتن طلعت زكريا يحييكم. هو تقريبا معيار المرمطة والشقاوة عند طارق العريان هو الخط ده. طيب، من فترة انتشرت نظرية على الفيسبوك بتقول إن رضا اللي كان في فيلم تيتو هو رضا بطل فيلم ولاد رزق، نظرا لأن الرابط هيبقى لذيذ وكمان مخرج الفيلمين واحد. وأنا النهاردة هجاوبك، هل فعلا النظرية تقدر تربط بين رضا ده ورضا ده ويبقى هما الاتنين شخص واحد ولا لا؟ وهجاوبك بأسلوب جديد وهيعجبك إن شاء الله. بس قبل ما أجاوبك اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس لو حابب تشوف نظريات تانية في المستقبل إن شاء الله. ويلا بينا نبدأ. في الأول عندنا شوية نظريات عن فيلم تيتو اللي بيحكي عن طاهر عبد الحي اللي بيخرج من الإصلاحية وهو شاب بعد ما كان مشرد واهله مش قريبين منه، وتورط في طفولته في انه خلص على ناس. وبعد ما بيخرج من الاصلاحيه بيشتغل يصفي الناس بالاجره لحد ما بيقابل ضابط فاسد وهو رفعت السكري وبيشتغل تحت ايده. ولما بيفكر ينضف ويتوب بيوافق رفعت، ولكن بعد فترة بيحتاجه تاني فتيتو بيرفض، فرفعت بيخلص عليه بطريقة ذكية وبيخلي حد يخدعه ويقول له ان رفعت باعت له ناس مأجورين زيه يصفوه، ولكن بيكون باعت له قوة من الحكومة وعلى رأسهم رفعت، بحيث ان تيتو يبادر بضرب النار فيلبس جريمة اكبر، ولو ما تصفاش يبقى مطلوب للعدالة. وبينجح في ده رفعت وبيموت تيتو لما بيخرج من الإصلاحية بيقابل طفل متبهدل بيفكره بنفسه وهو صغير. الطفل ده اسمه رضا عايش مع امه واخته، ولكن رافض يتعلم ورافض قعدة البيت وعايز طول الوقت يفضل صايع في الشارع وبيهرب من البيت عمال على بطال بالايام. فتيتو بيحاول يعدل سلوكه ويعوضه اللي اتحرم منه وهو في سنه، ولكن رضا مره ورا مره بيقاوح وبيهرب لحد ما قبل ما يموت تيتو بيوكل نور اللي حبها وما طلهاش بسبب ماضيه انها تتكفل برضا وبمصاريفه، وبيحط كل فلوسه في حسابها بحيث هي تصرف منها على رضا. ورضا لما بيموت تيتو بيهرب تاني وبيرجعوه المطعم اللي كان شريك فيه تيتو، وبتنتهي القصه بنهايه سعيده للي حوالين تيتو وحزينه بالنسبه لتيتو. وهنا نتكلم عن العقيد رفعت السكري. طلت الدكتور قعدني. المهم بص شوف الأداء بس في جملة بسيطة قالها ازاي. أداء فيه صراحة لأنه يعتبر تيتو لجزء من الثانية زي ابنه، فيه كبرياء فما بصلهوش وهو بيتكلم وتجنب ان عينه تيجي في عينه، وكمان فيه زغوطه في النص. الله يرحمك يا عم خالد صالح عبقري. النظريه بتقول ان رفعت السكري كان شخص متقلب في مشاعره ما بين الغضب والكره والحب، يطبطب حبه ويعايرك حبه، وده من فرط نرجسيته. فرغم صدق مشاعره الكويسه ناحيتك لو جيت على مصلحته هينسى ويخرج لك كل اللي مخزنه ليك من زلات وبلاوي، وده كان سر خساره رفعت لابنه. النظريه بتقول ان رفعت في لحظه تقلب وتناقض مشاعر خسر ابنه الوحيد. ابنه كان شخص بيكره الفساد ورفعت ما كانش عنده اعز منه، ولكن لما الابن عرف دناءته وقرر انه هيقف قصاده ويفضحه رفعت خلص عليه وعاش بألم. وده تفسير ليه رفعت ما ذكرش اسمه ولا حاجه عنه شيء لما تيتو سأله عن مين اللي في الصوره ده. ابنك ده يا باشا مش كده؟ مش عايز ترد بلاش. اصل هيقول له ايه ولا ايه؟ هيحكي مشاعر الحب ولا الغضب منه ولا الندم على اللي عمله فيه والذنب ولا الشوق ليه؟ النظريه بتقول كمان ان رفعت زمان كان شخص طيب قبل ما يتلوث بحب السلطه والمال. وهنا النظريه بتقول ان الشرير اللي كان طيب زمان بيكون كاريزماتيك وعنده قبول اكتر من الشرير اللي عمره ما كان طيب، وبيكون كمان عنده قبول اكتر لما بيجي يدعي الطيبه اكتر من الطيب الحقيقي، لانه بيكون ميكس بين الطيب والشرير. وكمان الشرير اللي بيكون له سابقه في الطيبه بيقدر يستدعي الطيبه بتاعت زمان ظاهريا كتمثيل علشان مصلحته، فتحس كانه بيحن للطيبه دي وده مش حقيقي طبعا، وتحس انت كمان كانك بتحن لطيبته. وده بالظبط اللي كان بيعمله رفعت في كل مره بيستدعي فيها الطيبه علشان مصلحته، علشان يجر الرجل اللي قدامه باسلوب انه يشتمه بالعشم. جحش انا مش عايزك انت، انا عايز الحمار الكبير ابو السيد ده بتاعنا يا حسن. انا حيوان لو عايز اذيك اجيب لك امر اذا لا تخسر ومع ذلك كله هيتحل. تراخيص اعملها لك، الفلوس اديها لك. ده هد المطعم عشان تيتو يروح له برجليه يا راجل علشان يلجأ له، وكأنه مش هو اللي هد، قال يعني هتخيل على تيتو. حابب اقول لك لو بتفكر تعمل فيديو اعلاني بالذكاء الاصطناعي دعايه لشغلك ايا كان مجالك، بيزنس مستقل، محل، شركه، مصنع، او حتى لو انت دكتور او مدرس او موظف، كلمني على واتساب الشغل او اعمل فولو للبيج الغلبانه دي وانا هظبطه. ونيجي لاجابه سؤالك اللي محيرك، هل ينفع رضا ده يتحول لرضا ده؟ في الحقيقه انا هقسم نفسي لشخصين، ودي الحاجه الجديده اللي قلت لك عليها، وهعمل كده زي مناظره مع نفسي، نحط النظريه وقدامها السبب اللي يمنعها من انها تحصل ونشوف الاجابه هترسى على ايه. اول حاجه، رضا بتاع تيتو هو كان عايش مع امه واخته وابوه مش موجود، وعلى الجنب التاني ولاد رزق اسمهم ولاد رزق، يعني 4 اخوات شقايق من اب وام واحده. تاني حاجه، رضا بتاع فيلم تيتو ملامحه مختلفه تماما عن ملامح رضا رزق واخواته، ولاد رزق كلهم شقر وعيونهم ملونه. غير كده رضا بتاع تيتو كنهايه هو اتربى مع نور اللي هي حنان ترب بفلوس تيتو، اما رضا رزق ساب التعليم واشتغل في ورشه ابوه علشان ياكل اخواته، وبعدها اتجه للشمال بيهم من الفقر.
لو جينا كمان لرواية رجب اللي كان عامل نفسه عاطف وهو بيحكي للضابط في الجزء الأول من ولاد رزق عن بداية ولاد رزق، هنلاقيه ما ذكرش أي حاجة عن إن مثلا رضا ده مش أخوهم أو متنيينه، ما ذكرش حاجة عن تيتو، ما ذكرش غير إنهم إخوات شقايق وأبوهم كان راجل جدع وأصيل. طيب يا خالد، واحنا ليه نصدق حكاية رجب وهو عامل نفسه عاطف؟ هو نفسه كان بيسرح بالظابط وبيكتب عليه في حاجات كتير علشان بس يضيع وقت، فوارد تكون حكايته كلها كده. فليه النظرية ما تقولش مثلا ان رزق ابو العيال دي كان مخلف رضا وسايبه وراح خلف 3 تانيين في مكان تاني من ام تانية، او رضا ده كان تايه منه ورجع له؟ هقول لك طب ما هو لو ده صحيح يبقى رضا كانت هتبقى ملامحه مختلفة، مش شبههم كده في البياض والعيون. طب ما يمكن يا خالد رضا بتاع تيتو هرب من حنان تركي في اخر الفيلم علشان هو صايع ومعرفش اصلا ان متساب له فلوس، ولما ضاقت بيه الدنيا وعور واحد خلص عليه مثلا، راح قاعد في حتة تانية بعيد ولقاه رزق ابو العيال دي واتبناه بحكم انه كان جدع زي ما رجب قال وهو عامل نفسه عاطف. هقول لك ببساطة انت لسه مكدب كلام رجب ومش واثق فيه، هتمسك في انه قال عن رزق جدع، ثم ماشي همشي معاك انه كان جدع، لكن الجدعنة مش كفاية انها تخلي واحد فقير على قد حاله يتبنى عيل وبعدين يخلف عليه 3. ناهيك عن قصة الملامح برضه، مش صدفة ان هو يتبنى واحد ويطلع شبه اخواته ال3 اللي هيبقوا في المستقبل. وكمان لو كان رضا متبنى كنت هتشوف بقى اخواته بيعايروه وقت الاختلاف او وقت المشاكل، مش معينينه ريس عليهم بل كانوا هيعتبروه غريب. طب ما يمكن يا خالد ما كانوش يعرفوا انه متبنى علشان هو اللي جه قبل ما يتولدوا. ياه، ده على اساس ان في حاجه بتستخبى في الحاره البلد كلها ما كانتش هتقول لهم. بص، علشان اراضيك في دليل واحد بس يربط بين رضا ده ورضا ده، هو دليل ظرفي يعني مش هيفيد بحاجه قصاد كل الدلائل دي، وهو ان رضا بتاع ولاد رزق عنده نفس العلامه اللي في راسه اللي كانت عند تيتو، ودي النظريه بتقول فيها ان رضا لما كبر وبقى رضا رزق بشكل ما مش عارف ازاي عمل نفس العلامه كنوع من الولاء وتقليد تيتو وتخليد ذكراه، وده دليل مش كفايه. طب ما انت يا خالد دلائل نظرياتك مش كفايه، بس على الاقل ما بيبقاش في دلائل قصادها تثبت عكسها، انما دلوقتي في ادله كتير تثبت عكس نظريتها. فللاسف احب اقول لك ان رضا بتاع تيتو مش هو رضا رزق، بس ما تقلقش انا مش هسيبك كده. لو عايز تربطها قوي يعني يبقى النظريه بتقول ان رضا بتاع تيتو هو عاطف صاحب ولاد رزق مش رضا رزق. عاطف مش اخوهم، فمقبول ان ملامحه تكون مختلفه عنهم. عاطف عنده ولاء متشرد ومتعاطف، وتعالى بقى افصصها لك اكتر علشان تقبلها. النظريه بتقول ان رضا بعد موت تيتو، بعد ما حاول يهرب ونور اللي هي حنان ترك لقيته ورجع لهم، هرب تاني. انت لسه فيك العدل دي، وما كانش يعرف ولا يعرف لحد دلوقتي ان في فلوس باسمه في حساب نور، ونور فقدت الامل في انها تدور عليه لانها مش متصالحه مع الفئه دي بالكامل، بدليل انها ما سامحتش تيتو، فقررت انها تصرف الفلوس دي على الاطفال المتاخرين في النطق والتفكير اللي بتعالجهم. هرب رضا وفي خناقه في الشارع عور واحد وموته، وده بعده اكتر عن بيت اهله وبيت تيتو، فراح منطقه ولاد رزق. وفي الوقت ده رضا مش معاه اي حاجه تثبت هو مين، فشافته الست فتحيه علي سرحان جاره الحاج رزق. فتحيه اتجوزت وجوزها مات وما خلفتش، فقررت تربي رضا عندها وتتبناه وتعمل له شهاده ميلاد وتخلي اسم ابوها على اسم ابوها هي. وفي الكام اسبوع دول رضا اتصاحب على ولاد رزق وتعلق برضا رزق اكتر واحد وحبه قوي، وكانت صفة الولاء اللي اكتسبها من تيتو زادت جواه، وكمان اتهد واتقرص من فكرة انه موت واحد وقرر يلبت في المنطقة وفي بيت الست فتحية وما يهربش تاني. ومن كتر ولائه اللي بقولك عليه ومن حبه في رضا رزق، قبل ما فتحية تاخده وتطلع له شهادة ميلاد طلب منها تسميه اي حاجة تانية غير رضا، علشان اسم رضا يفضل لواحد بس وهو صاحبه وحبيبه رضا رزق، يعني تنزل له عن اسمه. قررت فتحية تسميه عاطف وطلعت شهادته باسم عاطف علي سرحان، وبعدها فتحية اتجوزت واحد وعاش معاها في البيت، وكانت ممشيه كلمتها عليه، ما كانش عنده اي شخصيه، فوافق ان عاطف يعيش معاهم. وحملت فتحيه من جوزها ده وخلفت رباب، وبرضه جوزها ده فضل موافق ان عاطف يتربى مع رباب وتبقى زي اخته الصغيره. وده بيفسر ليه عاطف بيقبل الاهانه على امه واخته من ولاد رزق، وبيقبل ان ربيع يصاحب رباب. ومع الوقت بما ان رضا رزق كان الريس وكان عاطف بيحاول يتقرب له ويبقى واحد منهم، كان رضا بيكرف له وبيشجع بقيه اخواته يقللوا من قيمته، فبدا عاطف يكره رضا رزق، خصوصا لانه ما كانش مستني رد الجميل يكون كده تمن ما غير اسمه علشانه. رضا بعد ما خلص من عالم تيتو وتحول لعاطف بقى متعاطي، وده اثر في درجه وعيه وذكائه، فبقى مسقط زي ما بنشوفه طول الوقت في ولاد رزق. ومع الوقت بدا يحب رجب اكتر، لان النظريه بتقول ان رجب هو كان الوحيد اللي متعلم في ولاد رزق، وكان رحيم شويه وبيعرف يتعامل مع كل الفئات اللي حواليه. اتعلق عاطف برجب ووجه ولاءه كله ناحيته، وبكده نكون بفضل الله فصلناها صح، واصبح رضا بتاع تيتو هو عاطف بتاع ولاد رزق. اهي كده معقولة شوية. وفي النهاية ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس، وما تنساش تعمل لي كومنت برأيك، وعندك اكونتاتي وصفحة الشغل لو حابب تتواصل معايا، وتاخد لفة في الحلقات، وما تتخطاش الإعلانات علشان تشجعني أعمل لك حلقات أفضل بإذن الله. وسلام. لو في اخطاء معلش عديها،
انا اكيد ما شفتش ولاد رزق السلسله بالكامل كلها، كل الاجزاء انا شايفها متفاضله، فما تطلعليش العقده في المنشار يا اسطى. بحبك، سلام.